ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول عزومة بقى لينا في رمضان، وفي نفس الوقت دي اول عزومة على القناة. إيه، سهلة وسريعة، مش هتاخد اي وقت خالص. يعني انا بدأت في العزومة دي كانت الساعة 4. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله وتشوفيه قبل اي حد. انا عندي كرومباية دي صغيرة، معرفش شكلها كبير ليه كده في الكاميرا. دي كرومباية صغيرة انا هعملها سلطة. شلت اول كام ورقة كده بس كانوا متبهدلين ولونهم اخضر قوي، فمش حابة ان هم يكونوا يعني موجودين في السلطة وهيبوخوا شكلها كمان. بعد ما شلتهم خدت الكرومباية كده شطفتها كده شطفة سريعة تحت المية الجارية، وابتدي ان انا اقطعها زي ما انتوا شايفين معايا كده. انا ممكن احطها في الكبة بس حسيت ان هي تكون مفرومة، فانا عايزاها برضو يكون قطع. يعني انا بقطعها بصي، يعني القطعة بتاعتها قد العقلة او اقل من العقلة بشوية. شوفي انتي حابة تقطعيه على ايدك قطعيه، عايزة تحطيه في الكبة تفرميه تمام، او ممكن بس تكسريه في الكبة كده. بس انا حسيت ان كده اسهل واحلى بصراحة، لكن ما جربتوش قبل كده ان انا اعمله في الكبة. هقطع نص الكرومبايه اللي انا خدته في الاول، النص التاني ده انا مش محتاجاه خالص دلوقتي. انتي طبعا ممكن يعني ما ترميهوش، اعملي زودي كمية السلطة او اسلقيه واحشيه، يعني اعملي محشي بيه عادي جدا. دي كرومبايه عادية مش كابوتشا ولا حاجة. جبت جزرتين كده غسلتهم وقشرتهم كويس، وبعدين اديتهم شطفة كده تحت المية وهبشرهم. لازم يكون مبشور، ما ينفعش ولا تحطيه في الكبة ولا تقطعيه كده بايدك. الجزر لازم يكون مبشور في الوصفة دي. كمية الكرنب والجزر هنا، الجزر يبقى نص كمية الكرنب. انا بقلبهم كده على طول بايدي، ايدي نضيفة طبعا، عشان اشوف الجزر قليل ولا كتير. لو الجزر كان قليل كنت هزود جزرية كمان ابشرها واحطها عليهم، بس لقيته هو كده تمام. جبت بولة وحطيت فيها 3 معالق مايونيز، عليها 3 معالق زبادي و3 معالق سكر. هقلبهم مع بعض. انا هحطهم وهلاحظ ان هي محتاجة تاني هزود معلقتين مايونيز ومعلقتين زبادي تاني. حاولت ان انا اقلبهم كويس كده لحد ما السكر يدوب، وهو مش هيدوب قوي برضو، يعني احنا لسه هننقعه فهيدوب في السلطة. السلطة دي لازم تقعد ساعتين كده قبل التقديم. يعني انا عملتها اول حاجة خالص بحيث ان تبقى جاهزة وتتنقع عشان تشرب من التتبيلة بتاعتها اللي انا عاملاها دي، ودخلها التلاجة. لما نيجي نطلعها بقى يكونوا الساعتين عدوا. يبقى كده حطيت 5 معالق مايونيز، عليهم 5 معالق كبيرة من الزبادي، عليهم 3 معالق سكر. ابقي دوقيها، لو عايزة مثلا تزودي معلقة سكر كمان زودي. انا في المرحلة دي كنت ناسية خالص هي بيتحط عليها خل ولا لا، فاستنيت لما ماما واختي جم وسألتهم قالوا لي بيتحط عليها خل، فحطيت حوالي معلقتين كده كبار. بس كده السلطة واول طبق خلص معايا. هغطيها بقى وادخلها التلاجة تشرب من التتبيلة بتاعتها مع نفسها، واشوف هعمل ايه تاني. عندي فرختين. بصوا هشيل السلسلة بتاعة الظهر دي كده، بحيث الفراخ في الاخر لما بيكون فيها كده الرقبة دي بيبقى شكلها مش حلو، فانا هستغنى عنها خالص، مش هرميها ولا حاجة، احطها في اكياس وهشيلها في الفريزر. اما اجي اسلق فراخ بعد كده عادي جدا هطلعها واسلقها معاهم. او لو ما عنديش فراخ وعايزة شوربة ممكن اطلعهم واسلقها بطريقة الفراخ العادية جدا. في الاخر اكل الزور، يعني هو الزور بيتاكل ما بيترميش. بوقفها زي ما انتوا شايفين كده وانزل عليها كده بالسكينة، واحدة واحدة كده، والسكينة تبقى من جواها. السكينة طبعا بتاعتك لو حامية بقي خلي بالك يعني من ايدك. انا كنت خايفة استخدم السكينة الحامية بصراحة هنا عشان يعني ما تعورش. السكينة دي معقولة. وفتحت الصدر بتاعي كده وقسمته نصين برضو اهو. كده اول فرخية خلصت. اعمل الفرخية التانية برضو بنفس الشكل. انا قبل ما اقطعها نقعتها في ميه وخل، وبعد ما اقطعها تاني برضو هعصر عليها ليمونتين كده وامسك كده القشره بتاعت الليمونه، افركها كده في الفرخيه من جوه وبره، بتضيع اي زفاره. اغسلي الفراخ ونقعيها باي طريقه عندك، وامسكي كده ليمونيه افركيها في الفرخيه كلها كده ودعكيها بيها، هتضيع اي زفاره موجوده فيها. جبت طاستين كده، طاسه وصينيه هحط فيهم الفراخ، والحله التانية دي هعمل فيها الرز. حطيت معلقتين سمنة وحوالي كده نص معلقة زيت في كل طاسة، ومعلقة زيت ومعلقة سمنة في الرز. قطعت البصل جوليان كده، يعني قسمت البصلاية نصين وابتديت ان انا اقطعه شرايح كده مع بعض، وحطيتهم كده على النار. اول ما تبدأ البصلاية تدبل كده معايا نزلت عليها معلقتين سكر، يعني في كل طاسة معلقتين سكر، معلقة كبيرة. وما تخافوش الفراخ هيبقى طعمها حلو جدا، مش هتكون مسكرة ولا حاجة. الطريقة دي حلوة جدا وفي نفس الوقت سهلة قوي.
وكمان الناس اللي عندهم انبوبة وكده وما بيحبوش يدخلوا الفراخ الفرن ويشغلوا الفرن يعني، فلا ده كده اسهل ليكوا قوي. بتكون فراخ مشوية بس من غير فرن ومن غير فحم، وتبقى على البوتاجاز وطعمها حلو جدا، بيبقى طعمها مختلف كمان عن اي فراخ ممكن تعمليها يعني غير بأي طريقة تانية. اول ما البصلاية ابتدت كده تاخد لون خفيف خالص يعني تكون دبلت معايا، نزلت عليها بالفراخ. جبت البصلاية كده على جنب وحاولت ان انا اخلي البصل بعيد عن النار شوية عشان انزل كده اصدم الفراخ تاخد لون. يعني انا عايزة الفراخ تاخد لون حلو، هي طبعا مش هتستوي كده، انا بس عايزة اديها لسعة كده على النار، ولكن مش عايزة البصل هو اللي يتلسع، انا عايزة الفراخ بس. فبزيح كده الصينية شوية كده لورا، ارجعها لورا بحيث ان البصل ما يبقاش تحتيه نار شغالة ولا حاجة. نزلت بالفراخ، اول ما خدت لون قلبتها كده على الجنب التاني برضو تتصدم. الحركة دي هتخليها تحتفظ بالسوائل بتاعتها وتبقى جوسي كده وطرية، ما تبقاش الجلد ناشف كده معاكي. وانا بقطع البصل سبت نص بصلاية كده وفرمتها في الكبة، او لو ما عندكيش كبة ابشريها عادي جدا. وهحطها في الحلة كده وابتديت ان انا اسيبها تاخد لون. يعني اول ما خدت لون بني كده دبلت وخدت اللون البني، نزلت عليها بمعلقتين كبار من الكركم ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وحوالي 6-7 كده عيدان قرنفل. انزلهم على طول في الحلة. انا بعدت الحلة عن النار عشان لو خدوا لون يعني لو اتحمصوا قوي زيادة عن اللزوم هيمرروا، فبعدت الحلة عن النار عقبال بس ما احط كل التوابل علشان ما يتحمصوش معايا قوي، هما بس يا دوبك ياخدوا سخونية السمنة كده والبصلاية. ونزلت عليهم على طول بالرز البسمتي. الرز البسمتي ده انا مش نقعاه ولا حاجة، انا طلعته كده من الكيس، غسلته كويس لحد ما المية بتاعته تبقى شفافة تماما، وبعد كده صفيته ونزلت عليه في الحلة على طول. هسخنه بقى، انا عايزة اشوحه كده مع التوابل والبصلاية كويس. اول كده ما كله سخن يعني قعد حوالي دقيقتين كده على النار، وقعدت اقلب فيه كده كل شوية. بعد كده هزود له مية سخنة مية باردة عادي مش هتفرق، وهيطلع مفلفل برضو. وكل حاجة اللي بيخلي الرز يكون مفلفل معاكي هو مقدار المية المظبوط. يعني ما تحطيش المية بالويم كده، لا اظبطيه. يعني الرز المصري العادي بتاعنا بنحط عليه كوباية رز كوباية مية، طيب الرز البسمتي يبقى كوباية الرز قصادها كوبايتين مية. لو مش منقوع يعني انتي لو نقعاه بتقللي كمية المية، يعني مثلا الكوباية هتاخد كوباية ونص لو انتي نقع الرز البسمتي من قبلها. انا حركت العيون بحيث ان العين اللي في النص دي بصراحة بتنجز معايا، فالحاجة اللي خلاص هدي عليها النار بلقينها على العين الصغيرة، والحاجة اللي لسه بحطها في العين الكبيرة دي بحيث ان انجز يعني. بعد ما الفراخ بتاعتي خدت لون حطيت عليها ملح وفلفل اسود وقلبتها وهديت عليها النار خالص بقى، وهغطيها تستوي في البخار بتاعها. الفراخ مش هتحتاج ميه نهائي في الوصفه دي. عارفه حتى انت لو مثلا قلقتي وحطيتي ربع كوبايه ميه ولا حاجه الفراخ هتستوي، وهتلاقيها برضو فيها الصوص اللي انت عاملاه ده. يعني هي كوبايه الميه اللي انت هتحطيها هتعمل صوص، لان البصل بتاعي متكرمل فهتعمل صوص. الصوص ده حلو يعني انت هيبقى طعمه حلو، بس انا بحبها تبقى مشويه كده وناشفه ما فيهاش سوائل كتير. فانتي شوفي الطريقه اللي تعجبك واعمليها بيها، في تلك الاحوال الاتنين حلوين جدا. يعني لو حطيتي ميه او لو ما حطيتيش هتستوي وهتديكي نتيجه حلوه جدا. انا كنت معصجه لحمه، حطيت اللحمه عادي جدا على النار. اول ما ابتدت تاخد لون رشيت فلفل اسود وحطيت عليها بصل وفلفل الوان. الفلفل الالوان ده كنت مفرزاه معاكم في تفريزات رمضان. اول ما البصل والفلفل دبلوا كده نزلت عليهم بالملح وخلاص على كده. عندي لفة جلاش كده هبتدي ان انا بقى اسويها اظبطها كده بحيث ان هي ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية، وفي نفس الوقت انا مش هدهن رقراق. يعني انا خدت كده الاول حوالي 6 رقات من الجلاش وحطيتهم ودهنتهم كده بالسمنة زي ما انتوا شايفين. وبعد كده لقيت اللي في النص دي، يعني انا لما اجي اخد ال6 التانيين هعملهم العكس، يعني هخلي التانية بتاعتها على العكس، فاللي في النص دي هتبقى الطبقة مش سميكة. فخدت كده 3 ورقات من الجلاش وقطعتهم بحيث ان هي تبقى في النص كده، وبدهن سمنة كده كل 3-4-5 رقات كده بدهن حبة سمنة بس بزود شوية. ما تخافوش هتطلع مورقة وطعمها حلو جدا. الجلاش ده كان طعمه حلو قوي. الراق اللي هحط عليه اللحمة المفرومة ما دهنتوش سمنة، واللحمة المعصجة برضو انا ما حطيتش فيها ولا زيت ولا سمنة، يعني انا اكتفيت بالدهون اللي موجودة في اللحمة. وفي نفس الوقت عايزين نغير كده مفهوم ان الجلاش والرقاق والحاجات دي بتبقى مليانة سمنة قوي وبتبقى بتلكم كده، لا انا بحب الحاجة بتاعتي تكون خفيفة عشان اقدر اكلها. في نفس الوقت الحاجة لما تكون خفيفة بيبقى طعمها حلو جدا.
غير اللي بتبقى مليانة سمنة دي. وحطيت ال6 رقات التانيين، وهبتدي ان انا بقى ايه، مش هتنيهم لفوق، لا هتنيهم لتحت، بس هتنيهم عكس التانية اللي عملتها الاولانية. اكيد الفيديو موضح معاكم انا عملت ايه. انا هنا كان اخويا بيشرف على صينية الجلاش بتاعته. جيت اقص الحتة دي من الفيديو، لقيت ان وانا بتني جلاش هيبقى الحركة دي مش باينة، وانا عايزة اوريها لكم عشان تشوفوا هي بتتعمل ازاي. انا حطيت سمنة كتير كده على الوش، المفروض ان انا كنت اقطع وبعد كده احط السمنة عشان الجلاش ما يتبهدلش معايا، ولكن انا وش الجلاش ده مش فارق معايا في حاجة، يعني حتى لو الطبقة اللي من فوق متقطعة وكده، يعني ده مش الشكل اللي انا هقدمه بيه، فعادي يعني حطيت السمنة وقطعته عادي جدا. ولو اتبهدل مش مشكلة، انا هعمل له وش بيتزا كده، فلو اتبهدل ولا اي حاجة مش هيكون باين اصلا معايا. انتي لو مش هتحطي عليه جبنة من فوق يبقى لا، قطعيه وبعد كده حطي عليه السمنة، ويعني حاولي ايه زودي كمية السمنة عن المعتاد، لان دول 6 طبقات من الجلاش، واحنا مش حاطين بين كل طبقة او كل طبقتين سمنة، فزودي السمنة شوية بحيث ان هي ايه، يعني تكفي صينية الجلاش. جبت حوالي 1.5 كوباية كده عشان الصينية دي كبيرة. جبت حوالي 1.5 كوباية من اللبن، حطيت عليها بيضتين ورشة ملح وفلفل اسود، هسقي بيها الجلاش. الخليط ده بيخلي الجلاش طعمه حلو قوي، وبيكون هش ومورق كده وطعمه حلو، بتكون صينية جلاش محترمة. هوزع بقى الخليط كويس كده على الصينية وهدخله الفرن. هدخله الفرن اول ما احس ان هو ايه بدأ ينفش كده شوية معايا، هطلعه. وهعمل ايه بقى، هجيب جبنة موتزاريلا، وهجيب الفلفل الالوان اللي انا كنت مفرزاه معاكم، وهقلبهم كده في بعض. لو عندك زيتون حطي، انا كان عندي زيتون بس حسيت طعمه غير يعني، فمرضتش احط عشان ما يبوخش يعني طعم الاكل. وزعت الموتزاريلا كويس قوي كده على الوش، وهدخلها الفرن يكمل سواها جوه والجبنة تسيح. حركة الجلاش دي حلوة جدا، وخلت الطعم كده يروح في حتة تانية خالص، انا عايزاكم تجربوها. الفراخ بتاعتي استوت. اول ما استوت بقى معايا كده، فتحت عليها الغطا وعليت عليها النار شوية، بحيث ان لو فيها اي بخار ولا اي صوص كده موجود فيها يتبخر، وفي نفس الوقت ايه اديها تلسيعة كده، يعني تتلسع شوية كده عشان تديني ايه الشكل الشوي الطبيعي. والرز بتاعي بعد ما المية بتاعته غليت وابتدي يتشرب، غطيت عليه النار وسبته لمدة 25 دقيقة كده على نار هادية، واستوى بقى مفلفل معايا. رصيته في صينية وعملت طحينة، ووزعت كده السلطة في الاطباق بعد ما قعدت ساعتين في التلاجة. اختي كانت واقفة جنبي بتعمل العصير وصبته، وفي اللحظة دي كان خلاص المغرب أذن، وصينية الجلاش كانت لسه في الفرن. فعقبال ما غرفته وحطيت الرز في الصينية وغرفت السلطات والحاجات دي، كان الجلاش استوى. بصي الجلاش بقى شكله حلو ازاي، وطعمه حلو جدا، وشكله اصلا بيتزا او تحسيه مكرونة بالبشاميل وعليها موتزاريلا كده وميكس جبن. خطير، طعمه حلو قوي. الرز مفلفل والفراخ مشوية وطعمها حلو، والسلطة كانت مظبوطة. لو عايزة تحطي فحمية كده على الفراخ وتغطيها بحيث ان هي تبقى مدخنة وطعمها حلو وتديكي طعم الشوي وريحته، حطي، لكن انا ما عملتهاش عشان ما كانش عندي وقت. وانا كده اكون خلصت حلقة النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو استفدتوا ما تنسوش اللايك والشير.